بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الزملكاوية، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الاهلي النهارده اترزع 5 تاني. الاهلي المستقر في مصر والدولة بتديله كل حاجة، النهارده اترزع برضه تاني 5. اعلام شغال 24 ساعة بيطبل للاهلي، والشناوي في حتة تانية وفي حتة تالتة. اترزع 5. الدولة اللي شالت رئيس الزمالك ورجعته تاني ما نعرفش ليه. مش عارف والله، الواحد حزين ولا فرحان. الاهلي اللي بياخد أعلى رعاية في مصر اترزع 5. الأهلي اللي قنوات الدولة بتطبل له ليل ونهار من شوبير وسيف زاهر اترزع 5. لحد امتى هنفضل نطبل؟ أنا فرحان لأنكم لسه بتطبلوا، طبعا عايزكم تطبلوا كتير عشان لسه هيترزع تاني وتالت ورابع. لما اترزع المرة الأولى قالك الساعة البيولوجية والطباخ. النهاردة دار الإفتاء بتعلن إن اللي هيحفل على الأهلي حرام شرعا. رواه شوبير وسيد عبد الحفيظ. دار الإفتاء اللي سايبة أكل الحمير مش عارفين هي حرام ولا حلال، طلع النهاردة بتقول التحفيل حرام شرعا. كرة في مصر بقت في النازل، مفيش عندنا كرة في مصر، ملاعب من أسوأ لأسوأ، اتحاد كرة فاشل، وزير رياضة أفشل، دولة في الضياع في الرياضة. صن داونز النهاردة بيكسب الأهلي 5. شباب بلوزداد بيجي هنا مصر وبيكسب الزمالك 1. الأهلي بيروح هناك الهلال بيتغلب هناك 1. لا احنا بجد بقينا دولة فاشلة في الرياضة بعد ما كنا احنا الدولة الأولى في الرياضة العربية دلوقتي والأفريقية. دلوقتي احنا بقينا أفشل دولة في الرياضة المصرية، الدولة المصرية. عايز أقول بس كلمة بس صغيرة كده. كابتن بيبو حبيبي، انت بتخطف لعيبة انت مش محتاجها وبتروح بتشيل 5. يعني انت القدوس ده انت مش محتاجه اصلا، لانك عندك في وسط الملعب ناس تقيلة اللي هم يقدروا يشيلوا لك نص الملعب. انت كنت اولى انك ممكن تروح تجيب مهاجم، او كنت مثلا تروح تجيب جناح كويس يعمل معاك الفارق. انما انت رحت جبت لاعب انت مش محتاجه اصلا، وكل ده عشان خاطر تعمل بروباجندا يعني وكده، اللي انت خطفت لاعب مهم من الزمالك. القدوس لاعب كويس، ما قلتش عليه اي حاجه خالص، بس هو فعلا الزمالك كان محتاجه، انت مش محتاجه. رحت خدته نفس اللاعب برضو بتاع الاتحاد وسط الملعب برضو، وانت برضو خلاص انت خدته اهوت. رحنا عشان نتفاوض مع لاعب تاني اللي هو القدوسي، رحت برضو اشتريته كعد. معاك فلوس مش عارف انت هتوديها فين، ومفيش حد بيحاسبك اصلا. يعني مهاجمين كتير جم وراحوا ومشوا، وفلوس بتروح على الارض ومفيش حد بيحاسبك. لحد النهارده مين هيحاسب الخطيب على الفشل اللعيبه اللي بيجيبها ديت وبتمشي؟ برومو سافيو لعب ماتشين، هللته لما جاب جول في الزمالك من غلطه من لاعب وسط الملعب الوردي. هللته النهارده برونو ده مش لاقيينه حتى. فين برونو سافيو ده اللي كنتوا عاملين عليه ليله؟ فين برونو سافيو؟ فين الناس اللي جت ومشيت فري ببلاش ولسه كنتوا بتديلهم برضه لسه الفلوس؟ لحد امتى مفيش حد بيحاسب حد؟ لحد امتى؟ الكرة في مصر بقت في الضياع، بقت في الضياع. احنا ليه ما بندعمش الفرق الشعبية؟ الاسماعيلي، المحلة، الاتحاد المصري، فرق فيها جمهور. دلوقتي الدوري المصري بقى كله شركات يا جماعة. الكرة في مصر بقت دوري شركات، ليه ما نعملش دوري شركات لوحدهم؟ ليه ما لاقيش في الدوري؟ ليه الاقي في مصر في الدوري المصري عندي الاقي انبي، ولا فيوتشر، ولا فاركو، ولا المقصة، ولا والبنك الاهلي. يعني بجد فرق كتير، يعني فرق بجد فرق كتير. يعني المفروض تلعب عايز تعمل دوري قوي وكده والناس كلها بتشوفه. انا سامع من يومين الاخ محمد عادل بتاع المقاولين طلع يقول لك يا ريت نشفر الدوري المصري. هتشفر الدوري المصري بناء على ايه؟ يعني انت عايز اشفر الدوري المصري بناء على ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا بجد مستغرب.
لما فرقة زي الأهلي، فرقة كبيرة وناس لسه في مصر لسه بتطبل، الناس اللي بتطبل على الفاضي والمليان هم اللي عملوا كده في في الكرة المصرية. لما سيف زاهر يطلع يقول لك الشناوي في حتة تانية، هو فعلا في حتة تانية يا سيف. لما يطلع شوبير يقعد يهاجم الصفقات اللي جات للزمالك وسايب الصفقات الفاشلة اللي جابها محمود الخطيب ومحدش بيهاجم. عايز في حياد في مصر يا جماعة، مفيش حياد في الدولة، الكل بيطبل. لما اتغلب في بالهلال في السودان، طلع كلهم طبلوا وقال لك تعامد الشمس على محمد الشناوي ولا رمسيس التاني يا جدع. ايه ده؟ لازم يكون في مبرر. 2019 لما اتغلب من سان داونز 5-0، طلع عادل القيعي قال لك الساعة البيولوجية والطباخ. النهارده عادل القيعي طالع بيقول لك ليه قناة بي ان سبورت مصممة على معلقين مش وش السعد على الاهلي. احنا وصلنا لايه بجد يعني؟ بجد احنا وصلنا لايه؟ لازم الدولة تشوف تاني. احنا عندنا ملاعب كويسة يا جماعة. اللي ينقذنا حد المصري لكرة القدم. عايزين حد فاهم يدير الكرة المصرية، مش حد عالم، مش ناس فشل لسه قاعدين لحد النهاردة، مش رئيس لجنة مسابقات بقاله بيمسك الاتحاد ولسه بيفشل. يعني الحاجة الوحيدة اللي احنا عملناها صح اللي احنا جبنا لا، وبقى الاتحاد ملوش دعوة بأي حاجة. لحد امتى هتفضل الكرة المصرية في النازل، محدش بيتحاسب. وزير الرياضة قاعد أفشل من الفشل ما شفتش. شال رئيس نادي ما نعرفش شاله ليه ورجعه تاني ليه. رئيس نادي تاني اتعرض لاتهامات بالسرقة من خليجي وغض البصر عنه. هو ده اللي بيحصل دلوقتي في الكورة في مصر، اللي انت بتكيل بمكيالين اتنين، مش كل واحد سواسية عندكم. ربنا خلانا كلنا ولاد 9. احنا هنا في مصر الاهلي هو القمة، محدش بيتحاسب. ربنا يصلح في اللي جاي ان شاء الله. الزمالك هيلعب مع انبي بكرة يوم الأحد بعد ما كسب الترجي هنا في القاهرة 3-1، وان شاء الله يقدر يعملها ويكسب ابني وتبدأ النتائج تتحسن. انا مش عاجبني بجد القمة بتوعنا اللي هو الاهلي والزمالك. انا نفسي يبقى في فرق زي بيراميدز كانت تنافس معايا يا جماعة. نفسي بيراميدز وفيوتشر ياخدوا الدوري. نفسي الاسماعيلي يرجع تاني ينافس على الدوري. نفسي المحلة يرجع تاني تاخد الدوري وتنافس على الدوري هي والمصري. ويا ريت رسالة أخيرة بس، يا ريت ندي فرصة لسامسون. شايف اللاعب بيشتغل على نفسه كتير ولازم نديله فرصة. مصطفى شلبي بدأ يظهر ولاعب كويس جدا. هي رسالتي بس للصفحات المأجورة المختلط وغيرها، كفاية. انتوا كل يوم بتهاجموا لاعب جديد شكل. النهاردة عمر جابر، بكرة السيسي، جزيري. طب الجزيري ده كسبك الماتش اللي فات بتاع الترجي، وكان من قبلهم شلبي، مصطفى شلبي. انتوا صفحة مأجورة متنسوش. دي كلامي على ابو 5 والزمالك والكرة المصرية. متنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب، واشوفكم في الايام الجاية ان شاء الله. كان معاكم الزملكاوي، سلام.